محل تفاحة وخدت اللعبة دي وبتعمل جمباز كمان باليه، بتلعب باليه. كلبز بجنيه. ما صليتش على النبي، صلي على النبي، دوس لي متابعة عادي مش هتخسر حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أفضل خلق. النهارده جاي لكم فيديو جديد. احنا النهارده في مطعم كايرو جايز مصر الجديدة. شريته تابعوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا الأسعار. واو بجد يا جماعة بينزل صوص. ناكل سندوتش بازز. بوزز بازز خالص. ده طبعا اسمه سندوتش بازز خالص. بص المنظر ده، بص دي قول لاصحابك. بص ايه ده الله اكبر الله اكبر. واو الجبنة سايحة يا ماي يا بابا حاسي. تفحط مش بتطرقع في بقك؟ البابلز دي عشان بتعمل ترقعة في البق. طبعا يا جماعة دي كانت حلوة طعمها حلو، وانا قلت لبابا بابا اعتبر الاكل كله خلص وهنكتب بقى في دي بقى. اقول لكم ليه؟ عشان كان طعمها تفحة وبجد عجبتني. ده السندوتش بقى كلاسيك. بصوا العيش حلو ازاي يا جماعة. هنا بيحطوا البرجر جوه الفطيرة ويقفلوا عليها. Oh my god. واو. طبعا يا جماعة هنا بقى السندوتش كان بيبلبط في بقي بلبطيط. كان طعمه تفحة بجد وكان فيه مزيكا في بقي. دي وجبة الأطفال، دي وجبتي يا جماعة. عبارة عن عيش مع حتة تشيتر بس والصوص بس. تفحة بوتيتو النعنع بولو ده تشيكن. لما السمسم يا جماعة على فكرة بابلز لما تيجوا تفتحوا السندوتش حطوه على البطاطس، في البطاطس تتملي صوص. اوبا جمدان. تفحة فرايز وبيف بس الحجم صغير. بجد كان الطعم تفحة والمطعم كان كله حلو والديكور كان شكله حلو بجد وعجبني قوي. وان شاء الله تيجوا وهيعجبكم وانا متأكدة اللي هو هيعجبكم عشان رحت وهو عجبني موت. لايك واشتركوا في قناة حبيبة وفعلوا الجرس ووصلوا الفيديو ده ل100,000. ويا رب تجربوا المطعم هيعجبكم. سلام.